تعال اقول لك في 60 ثانيه ازاي ترفع هرمون الذكوره طبيعيا في 6 خطوات. اول حاجه ابعد عن الاسترس والضغط العصبي، لان كل ما التوتر بيزيد هرمون الكورتيزول بيزيد فهرمون التستوستيرون بيقل. ثاني حاجه لازم تقلل نسبه الدهون بتاعه الجسم، لان كل ما الدهون بتاعتك بتزيد هرمون الاستروجين اللي هو بتاع الانوثه بيزيد فالتستوستيرون بيقل. ثالث حاجه لازم تلعب رياضه، خصوصا تمارين تعمل مقاومه على العضلات دي، لان عضلاتك لما بتزيد هرمون زي الجي اتش والتستوستيرون بيزيدوا معاهم. رابع حاجه سيب التليفون من ايدك قبل ما تنام عشان هرمون الميلاتونين يتفرز بشكل طبيعي، فساعتها تنام ال8 ساعات بتوعك، وهرمون التستوستيرون يتفرز بشكل طبيعي هو وباقي الهرمونات كلها. خامس حاجه اهتم بالتغذيه السليمه، لان اكيد سندوتش برجر مش هيبقى زي سمكيه حتى لو الاثنين نفس السعرات، هنا بروتين اكتر وفي نفس الوقت فيه معادن وفيتامينات كتير زي الزنك اللي هيحسن هرمون الذكوره انه يتفرز بشكل اعلى. اخر حاجه انك تهتم ببعض الفيتامينات والمعادن، لانك لو ما بتحبش السمك مثلا فهتلاقي نقص عندك في الزنك، فساعتها ممكن تدخل الزنك ده من مصدر خارجي من بره. وبرده لو ما بتتعرضش للشمس بشكل كافي او ما بتهتمش بمنتجات الالبان فاحتمال كبير جدا يبقى عندك نقص في فيتامين دي، فساعتها ممكن تاخده من بره، وحاجه زي كده حقيقي انا باخدها كل يوم، وده عشان اغلبيه الوقت في البيت او في المكتب فما بتعرضش لاشعه الشمس كويس فباخد ده مكان. واخيرا شويه اعشاب زي المكا او الاشواجندا، الاثنين بيقللوا الاسترس وكمان بيحسنوا هرمون الذكوره بشكل مباشر او غير مباشر. كل السبلمنتس دي ممكن تلاقيها في اي مكان، لكن لو عايزه من مكان موثوق فممكن تجيبها من اي فيت، تستخدم برومو كود سي ماجد 5 هتاخد اعلى خصم. وبقول لك ايه،